عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والخاص في لقاء مع كاتبنا لنهار اليوم، مدون وروائي وباحث في مجال اللغة والدراسات القرآنية من مدينة سيدي عامر الجميلة، هو الطيب صياد. أهلا بك طيب صياد. أهلا وسهلا، شكرا هالة على الاستضافة الطيبة، وشكرا قناة الأجواء على هذا اللقاء الثقافي يعني المتميز. شكرا وسعيد بالاستضافة. شكرا. بداية طيب أهنئك على هذا الإصدار الجديد، متاهة قرطبة، والتي تعد ثاني إصدار لك بعد رواية العثمانية. متاهة قرطبة والتي أخذتنا من خلالها في رحلة عبر الزمن لنخوض في العهد الأندلسي في قرطبة بالتحديد، لنبحث سوية على مخطوطة ضائعة. ماذا أردنا أن نقول بمتاهة قرطبة؟ القارئ يتساءل عن فحوى المتاهة. فعلا هذا يعني فيما يخص كمختصر أو كملخص عن متاهة قرطبة، والتي تأتي في عنوان فرعي كما هو في الغلاف: رواية الزمن والكلمات. متاهة قرطبة هي بعبارة أو بأخرى تمثل حوارا فلسفيا فكريا بين شخصيات أندلسية تاريخية معروفة في القديم وفي الحديث، كان لها أثر كبير جدا في حركة التأليف وفي الفلسفة الإسلامية والعربية وفي الأدب في العهد العباسي تحديدا، العهد الأندلسي. نعم. شخصيات يعني يمكن أن أذكرها، يعني ابن عربي الحاتمي المرسي، وكذلك ابن حزم الأندلسي فيلسوف الظاهري، والشاعر ابن خفاجة، ويعني بعض الشخصيات الأخرى. إذن متاهة قرطبة يعني ليس كما يتبادر إلى ذهن القارئ والناظر إلى العنوان أو الغلاف، يعني ليست متاهة مكانية فيزيائية، وإنما هي متاهة فكرية بحثية حوارية بين هذه الشخصيات التي ذكرتها آنفا. بين المتاهة والعثمانية هناك علاقة ربما أو رابط بين الاثنين، فيما يتمثل؟ الحقيقة يعني هذا السؤال قد يعني يتبادر إلى كثير من القراء والمتابعين والقراء الذين قرأوا رواية العثمانية: هل تمثل متاهة قرطبة جزءا ثانيا للعثمانية؟ هل هي تكملة؟ هل هي تتمة؟ الحقيقة لا يمكن أن أصفها بهذه الأوصاف الأكاديمية المصطلحية، يعني المتاهة ليست جزءا ثانيا للعثمانية، ولكن لا يمكن أن أقول إن متاهة قرطبة تمثل إجابات معينة للأسئلة العالقة في العثمانية. قراء العثمانية تساءلوا كثيرا: لماذا جعلت النهاية مفتوحة جدا؟ يعني نحن نتوقع كقراء أن تكون أو أن يكون لها جزء ثاني أو تتم على الأقل، فهل المتاهة جزء ثاني للعثمانية؟ أقول ليس تماما، ولكن سوف تسد متاهة قرطبة الفراغ، وسوف تجيب عن تلك الأسئلة. إذن هي تكملة للعثمانية. لا أحب استعمال هذا المصطلح يعني بدقة التكملة، ولكن يمكن يعني أن نستعمله بشكل عام جدا. المتاهة كما قلت هي سد لفراغ تركته العثمانية لدى ذهن القراء. عام على تجربة الطيب في مجال الرواية، ما الذي تغير؟ عام كثيف جدا، مميز كثيرا. أنا دخلت عالم الرواية سنة 2013، وهو العام الذي كتبت فيه رواية العثمانية، ولكن كان إصدارها يعني متأخرا جدا، العام الماضي 2017. من سلة 2017 حتى سلة 2018 حدثت عدة تغيرات كبيرة جدا، سواء على مستوى يمكن أن نقول على مستوى الكتابة الروائية الخاصة بي، على مستوى الأثر الذي تركته العثمانية
سواء في القارئ أو في الكتابة الجزائرية أو الكتابة الروائية في الجزائر. الحقيقة يعني أن العثمانية كأول إصدار لي كانت مميزة في الموضوع الذي طرح من خلالها، وهو البحث عن مخطوطات ودراسة التراث العربي والإسلامي، النهب الذي تعرضوا له هذا التراث من خلال خاصة بعد 2011 وبعد هذا الحراك الشعبي في عدة دول عربية وشرقية. تناولت هذا الموضوع المرتبط كثيرا بالمجال السياسي والاجتماعي والإيديولوجي وكذلك بالمجال الديني. فكان الموضوع إذا كانت لها علاقة بين دراستك دراسة اللغة علم اللغة والدراسات القرآنية. الحقيقة يعني هذا فيما يخص العثمانية. وأما يعني متاهة قرطبة فكانت يعني كانت طرحا فلسفيا صوفيا بأسلوب صوفي رمزي، ويمكن أن أذكر هذا أيضا بعد قليل. المتاهة يعني إذا قارناها بالعثمانية مختلفة جدا من حيث الأسلوب، من حيث يعني اللغة التي استعملتها. كانت العثمانية بلغة يعني بسيطة ومعاصرة ومفهومة يعني لدى أغلب القراء. لم أحب أن أستعمل ذلك الغموض أو تلك يعني التعقيد المنمق، ولكن متاهة انتقلت انتقالا كبيرا جدا في على مستوى الأسلوب. متاهة قرطبة يمكن أن أقول أنها رواية صوفية رمزية. ذكرت طيب أنه رواياتك أحدثت أثرا فعالا في الأدب الجزائري، فيما تمثل هذا الأثر؟ يعني أنا لا أدعي أنها يعني أثر فعال أو أثر كبير جدا، ولكن تميزت العثمانية بطرح موضوع جديد جدا في الرواية الجزائرية أو ربما حتى في الكتابة العربية، وهو يعني الاهتمام بالمخطوطات والبحث عنها والعناية بها وإرسال رسالة سواء إلى الجهات الرسمية أو الجهات الخاصة. على سيرة المخطوطات، ما السر في احتكاكك واهتمامك الزائد ربما بالمخطوطات، وهل أثر ذلك فعلا على كتاباتك؟ طيب، يعني حقيقة يعرف الجميع أني أنا طيب سياد دراساته كانت دراسة اللغة العربية ودراسات قرآنية في كلية الخروبة. كنا نهتم بدراسة المخطوطات العربية القديمة في عدة مجالات معينة خاصة في المجالات الدينية. فهذا يعني كان له أثر واضح جدا في أن أكتب عدة نصوص أدبية يعني ترجمة ما يجول في نفسي وما يدور في خاطري أو ما يعج في خاطري لإيصالها إلى القراء الآخرين الذين ربما لا تربطهم علاقة كبيرة جدا بهذا المجال الغامض. نعود إلى العثمانية. هل في نظرك طيب أن العثمانية قد فتحت لك الأبواب والأبواب المشرعة في عالم الكتابة، أم أن للتدوين الإلكتروني الفضل الأكثر في ذلك؟ يعني سؤال مميز جدا هذا السؤال. كلا الشقين اللذين ذكرتيهما سهل لي أو يعني شجعني على مواصلة الكتابة. أنا بدأت بالنشر الإلكتروني عبر المقالات مدونات الجزيرة، مجلة ميم، مثلا مدونات الجزيرة، مجلة ميم، عدة منصات أخرى يكتب فيها بعض الشباب، ساسا بوست مثلا وعربي بوست، بالإضافة إلى يعني حسابي الخاص في فيسبوك وفي تويتر كذلك. النشر الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمساحة الحرة التي تعطيها وسائل التواصل الاجتماعي مثلت دافعا ليس لي فقط وإنما لجميع المشاركين. صحيح. وهي مساحة حرة تفاعلية كبيرة جدا. أما نجاح رواية العثمانية فهو الأثر البالغ والكبير الذي شجعني على الاستمرار في الكتابة. كذلك انطباع القراء عن العثمانية ومطالبتهم يعني بين قوسين بأن تكون لها كتيمة أو تكملة هو الذي شجعني على الرواية. كذلك الأثر أو الباعث النفسي الشخصي في أن يكون لنا بعد عقود أو بعد سنوات أو بعد أن نفر من هذا العالم أن يكون لنا أثر أو منتوج كما قلتي في الكتابة وفي الرواية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، بالنسبة للجوائز في نظرك، هل حقا الجوائز لها وقع خاص ولها
ربما مفعول في تحفيز الكتاب، خاصة كتاب الشباب، للولوج إلى هذا العالم؟ الحقيقة يعني ظاهرة الجوائز الأدبية ليست ظاهرة جزائرية، وإنما هي عالمية معروفة نعم. وقديمة جدا وفي عدة مجالات. الجائزة تمثل تحفيزا، صحيح. تمثل تشجيعا ما، لأن الكاتب أو المبدع يحتاج تشجيعا معنويا كما يحتاج يعني دعما ماديا. ولكن في نظري أنا أعتبر الجائزة الأدبية التي تخصص لها عدة أموال أو قيم مادية كبيرة أعتبرها يعني إنقاصا بشكل أو بآخر من الأعمال الأدبية. لماذا؟ يعني قد يبدو رأيا غريبا نوعا ما، لأن النص الأدبي أو العمل الفكري لا يمكن تقييمه مطلقا بالقيمة المادية كيف يقيم مهما على قدرها. في نظري كيف يقيم؟ في نظري أن تقييم الأعمال الأدبية والنصوص الإبداعية الفكرية التي ينتجها الكتاب يتم عبر جهازين، يمكن أن نقول جهازان. الجهاز الأول هو الجهاز النقدي. يجب أن يكون لنا جهاز نقدي، مؤسسة نقدية أو هيئة نقدية تتابع الأعمال الأدبية كل عام، الإصدارات الجديدة، تبحث فيها، تدرسها، تحللها، وتعيد يعني قراءتها مجددا لتوضح يعني جماليات هذا النص أو الأمور السلبية أو الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها، ربما بعض الأخطاء التي وقع فيها الكاتب، تصحيح الغلطات والأوهام التي وقع فيها الكاتب يستفيد لاحقا. نعم. وحين نقول يعني جهاز نقدي أو مؤسسة نقدية، يجب أن تكون هذه المؤسسة تعمل وفق قواعد النقد الأكاديمي المعروفة، وليس يعني كما مع الأسف نشاهده النقد المحاباة كما أسميه ونقد المعاداة. إذن في الجزائر لا توجد مثل هذه المؤسسات النقدية؟ هي غير موجودة فعلا. لدينا ناس متخصصين في النقد الأكاديمي، متخرجين بشهادات دكتوراه ولديهم كتابات قديمة جدا وجديدة، لكن هل هم يتابعون إصدارات الشباب؟ هل يقرؤون للشباب؟ هل يعني يقيمون ندوات تفاعلية بين الناقد الكبير والكاتب الصغير حتى يعطوه يعني ملاحظاتهم القيمة ويعني آرائهم التي يحتاجها أي يعني كاتب شاب؟ للأسف لا، ليس لدينا نقاد يعملون بهذا الشكل. طيب، كيف ترى واقع المقروئية في الجزائر، وما هي نصائحك للقارئ الجزائري؟ القراءة في صعود إيجابي ولكنه بطيء جدا رغم هذا الزخم الذي نشاهده يعني في أروقة المعرض الدولي للكتاب كل عام، إلا أن يعني المقروئية لا تزال يعني شعبية جدا، يعني ليست مميزة، منحصرة ربما على فئة معينة. حتى ربما نقول أن جميع الفئات أصبحت تقرأ، ولكن هل يقرؤون قراءة نقدية، قراءة واعية، أم هو مجرد استهلاك للصفحات؟ هنالك القراءة الرقمية العددية، يعني أن أمسك كتابا ثم أبدأه من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، هذه تسمى قراءة يعني رقمية رياضية. أما القراءة التي تؤثر في المجتمع وتبني الشخص وتعطي لنا يعني شخصية رزينة ورصينة هي القراءة الواعية، يعني بتعمق. لكن ربما الشباب يعني كبداية يقرأ لشباب مثله كي يستفيد ربما من تجربتهم أو يسير على نفس خطاهم. صح. لا الحمد لله، يعني حتى نقول يعني نذكر الجانب الإيجابي في هذه الظاهرة، ظاهرة القراءة التي لا تزال يعني في حدود الظاهرة ولم ترتقي إلى يعني الضرورة، لأن القراءة ضرورة حياتية، ضرورة مجتمعية فكرية علمية. هنالك يعني تفاعل لا بأس به بين القارئ الشاب والكاتب الشاب، هذا أمر جيد، يعني نحن نفرح به ونتمنى أن يكون له يعني منحى تصاعدي إيجابي إن شاء الله. طيب، بالعودة أيضا إلى متاهة قرطبة، كم استغرقت منك المتاهة لكتابتها وما الغاية منها؟ الكتابة يعني هنالك بعض الكتاب والنقاد يقولون إن النص يجب أن يكتب على مهل، يعني بتريث ولهذا يقولون يجب أن تكتب الرواية في أكثر من عامين أو 3 سنوات حتى يأخذ الكاتب يعني وقته ويعني
يمكن أن يضيف شيء أو يعني يبحث ويصحح. صحيح. لكن أنا أرى يعني في رأيي الخاص أن الكاتب إذا أعطى من وقته الحي لهذا النص ولهذا الكتاب فإنه يمكن أن ينجز نصا قيما في وقت وجيز. أنا مثلا متاهة قرطبة أنجزتها في أقل من عام، ولكن خصصت لها وقتا طويلا جدا، سواء من ناحية القراءة والبحث عن المعلومات ومطالعة المصادر والمراجع، أو من ناحية الكتابة خصصت لها وقتا أظنه كثيفا جدا. طيب، هل تفكر في جعل هذا العمل متاهة قرطبة عملا تلفزيونيا دراميا ربما؟ يعني متاهة قرطبة من وجهة نظر نظري أنا ليس ككاتب، يعني أقول وجهة نظر إنسان آخر أو قارئ. يمكن لمتاهة قرطبة يعني أن تتحول إلى يعني عمل فيلم أو عمل سينمائي هذا أو درامي كما تفضلتي، لأنها تحتوي على كثافة فكرية وكثافة يعني وأحداث مشوقة، وأحداث يعني أراها مشوقة يعني بعد أن يطلع عليها القارئ. صحيح. المطلع على المتاهة يجد أنه تقريبا جميع الأحداث وضعت في إطار زمكاني قصير ومحدود للغاية، يعني بين ليلة وضحاها كل هذه الأحداث في صفحات ربما كبيرة. كيف ذلك؟ والله 176 صفحة من رواية متاهة قرطبة حدثت في يعني في مجال زمني قصير جدا. صحيح. وهو يعني ما بين منتصف النهار إلى طلوع الفجر من الليلة يعني القادمة، يعني نصف يوم. كذلك المجال المكاني كما قلت هذا، جميع يعني ما وقع في متاهة قرطبة وقع في مكان ضيق جدا. صحيح. مع بطل الرواية الذي سيعرفه القراء فيما بعد. بالنسبة لبطل الرواية، يعني صحيح كنت ذكيا جدا في اختيار ربما الأحداث والشخصيات في هذه الرواية، حيث أنك ربطت بينها وبين رواية العثمانية. ربما هذا الاختيار كان ذكي لأنه القارئ يعني بطريقة أو بأخرى سيضطر أنه يشتري رواية العثمانية لإكمال ولفهم أكثر الأحداث التي دارت في تلك الفترة. يعني أعجبتني لفظة يشري العثمانية. على كل حال يعني أظن أن جميع لأن الأحداث مرتبطة كما ذكرت سالفا. فعلا هذا جميع قراء العثمانية يعني دون أن يكون عندي يعني تحفيز مني لهم. صحيح. هم يطالبون، يعني أتخيلهم كمجموعة من الشعب يطالبني أنا كمسؤول. حتى من اكتشف طيب صياد مؤخرا في متاهته قرطبة سيجد نفسه مضطرا لا محالة لشراء العثمانية. لأن يعني لا أريد أن يعني أنزع عنصر التشويق من رواية متاهة قرطبة كرواية جديدة، وهذا هو الجميل. ولكن يعني قبل أن نقرأ متاهة قرطبة يجب أن تكون لدينا على الأقل ملخص أو اطلاع ما بشكل أو بآخر على العثمانية، لأن هنالك أحداث غزيرة جدا ستربطهم برواية العثمانية، خاصة في الفصول الثلاثة الأخيرة من متاهة قرطبة. صحيح. ماذا عن لاحق مشاريعكم؟ لاحق المشاريع يعني في ذهني آلاف من المشاريع، ولكن هل سيسمح الزمن؟ هل سيسمح الوقت؟ مشاغل الحياة كما تعرفين. أتمنى أن يتاح لي بعض الوقت لأصدر بعض الأعمال الروائية على كل حال. أريد من خلالها أن تكون عبارة عن سلسلة إن شاء الله، يعني إذا أمكننا الحال. بدأناها بالعثمانية، ثم أدخلنا القراء في متاهة ضيقة جدا. لا أدري الحقيقة الكتاب اللاحق سيكون الخروج من المتاهة والنور إن شاء الله. إن شاء الله، لأن القراء لا يحبون الأماكن الضيقة والأزمنة القصيرة. نتمنى أن نمشي معهم فيما بعد المتاهة إلى مكان أكثر فسحة وأكثر اتساعا. كلمة أخيرة طيب.
والله سعيد جدا بهذا اللقاء. لماذا؟ نحن أسعد. لأن يعني اللقاءات الثقافية أو الإعلامية التي تجريها الصحافة غالبا ما تتسم ببعض يعني الرتابة والروتينية، لكن نجد يعني أسئلة كهذه ربما هذا هو السبب الذي جعلك تنحاز وتبتعد قليلا عن وسائل الإعلام. يعني كثير من الأصدقاء في الصحافة يتصلون بي ويقولون نريد مثلا إجراء حوار أو لقاء، يعرضون علي تلك الأسئلة ويعرضونها على غيري كذلك من الكتاب، حتى لا أقول يعني خاصة بي. فنجد. لا تعتقد أنه هذا في صالحك أكثر من أنه والله يسيء إليك؟ الإعلام كعنصر مهم هو عبارة عن آلة ترويجية صحيح. تستهدف لا تستهدف الإنتاج الجيد، وإنما تستهدف ما تريده تلك المؤسسة. فإن كانت مؤسسة احترافية تريد إبراز الأمور الجيدة والأعمال والنصوص القيمة أو في أي مجال يعني في كل المجالات، فهي ستوفر للمشاهدين ذلك الزخم الفكري والمتعة يعني الثقافية. ولكن هذا يعني نادر جدا في إعلامنا مع الأسف. يعني نادر أن نجد قصات ثقافية كهذه تدرس عملا، ويعني كما نقول تحلله من بدايته إلى نهايته، كأننا في يعني حصة نقدية. يعني كان لقاء مميزا ومثمرا إن شاء الله. إن شاء الله. على أمل يعني أن نلتقي يعني في لقاءات أخرى ربما. إن شاء الله. سعدنا جدا بلقائك الطيب. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذا العدد من لقاء مع الكاتب المتميز طيب صياد مع متاهة قرطبة، على أمل أن يكون لنا لقاء آخر مع كاتب آخر. إلى اللقاء.